الصيام المتقطع يا عزيزتي هو طريقك الى الشفاء، بغيتي ولا كرهتي. عندك جوج حوايج، يا غادي تستسلمي بالمرض وغادي تمشي للطريقه ديال الدواء، والمشكل هو انك ما غاديش توصلي للصحه، وبالعكس غتبقاي تزيدي مرض على مرض، الدواء على دواء. سوليني انا لو وسط الدواء نقول لك شنو كاين. الصيام المتقطع ولا الطريق الثاني هو انك تنوضي تكوني لاله ولاتي وتحزمي وتبداي الصيام المتقطع. شنو هو الصيام المتقطع؟ ساهل في الاول، غادي يجيك صعيب، غادي يجيك الدوخه، غادي يهبط لك الطونسيون كيف ما كيقولوا لي الناس بزاف، راه ما قديناش نكملوا. غير هي النصيحه اللي نعطيك تمشي به بالتدريج، ما نبداش في خطره واحده ندخل في 16 ساعه، ما نقطعش السكر من النهار الاول يعني بمره، الخبز ما نحيدوش بمره باش ما نتخربوش. راه ملي كندخلوا فيه في خطره واحده، الخطا اللي تيديروا الناس كيتحمسوا كينوضوا مباشره كيبداو فيه ب 16 ساعه وكيقطعوا السكريات كاملين. اول حاجه كتوقع كيتخربوا الهرمونات. انت سمعيني نقول لك الطريقه اللي غادي تنفعك، واعطيني معاها 3 شهور حتى 6 شهور. الا ما حسيتيش بتحسن انا هنا ما غاديه فين، رجعي قولي لطيفه ما كتعرفي حتى حاجه. كنهضر معاك من تجربه، ماشي غير ديالي، التجربه هنا تتكلم، ماشي غير ديالي، ديال الناس بزاف اللي حيدوا اللي تشافوا من السكر، من مشاكل يعني قاصحه من الالتهابات وحتى من تكيسات. هانتي سمعيني، شنو هو الصيام المتقطع؟ الصيام المتقطع هو كنخلي واحد المده ما بين العشاء وما بين الفطور. في الاول كنبدا ب 12 ساعه، يعني مثلا تعشيت مع 9 نفطر مع 9، هذيك هي 12 ساعه ياك. شويه من الاحسن شي بعدا ما نعش مباشره، ما نتعشاش مباشره ونعس، لانني هكا ما غاديش نستافد ابدا من النوم العميق، من فوائد ديال النوم. مني كنولفها ب 12 ساعه كنحولها ل 14 ساعه، يعني الفطور كنعطلو واحد 2 سوايع. مني كنولف عاوتاني الفطور عاوتاني كنوصلها ل 16 ساعه، يعني كتولي عندي ما بين العشاء والفطور 16 ساعه. واضحه ياك؟ بحال مثلا نحبس الماكله ديالي مع 7 د العشيه ونفطر مع 10 ولا 11، هكا كندير انا. زائد اضافه الى نوعيه الاكل، كنبتعد كليا على السكر، ماشي نلحق النهار الاول نقطع السكر في خطره واحده. الاول نحيد غير الحلاوه ديال برا، بحال مثلا الشكلاط، الحلاوه بصفه عامه، اي حاجه حلوه من غير السكر اللي كندير في اتاي ولا في القهوه نحيدهم. المناضه، اي حاجه هادشي نحيدها. الحليب والمشتقات ديالو كنظن بانه ساهل يتحيد، الحليب والفرماج وداكشي كامل حتى هو نحيدها. كيبقى عندي السكر اللي كندير في اتاي ولا في القهوه ديالي ياك، وفي العصير. في الاول كنت كندير واحد 2 طوبات، ندير غير طوبه تنولف، مني نولف ندير ربع، ندير نص تنولف، هكا بهكا شويه. كنلعب مع عادتي واحد اللعبه ذكيه انني كندخلها في الريجيم بلا ما كتحس، بلا ما كيكونوا عندي دوك العلامات ديال الانسحاب اللي هي العياط. حيت بزاف تاع الناس كيقول لي ما كنقدرش نحيد السكر لانه كيطيح لي السكر، كيطيح لي لا طونسيون كنسخف. هي بصح تجيك الضباب على عينك، تعصبي، يجيك النسيان، يجيك الارهاق، تولي باغا غير تنعسي الا قطعتي السكر خطره واحده. الخبز مثلا، الخبز هو خصنا نحيدوه. اشنو كنديروا عندنا؟ الا كنت كناخذ خبز 3 المرات في النهار نخليه في وجبه واحده، نختار يا نخليه في الفطور ولا في الغداء. تنولف هذاك الكميه ديال الخبز كنقص، من بعد تنبدلها، كندير الشعير، تنولف وعاد كنحيدها، كندير بدائل الخبز. كنظن بان هذه الطريقه سهله، غادي تحسي بالخفاف ذات كامله فين ما كانت شي شحمه غادي تحيد. واحسن حاجه في هذا الصيام المتقطع شنو هو؟ واخا طولت عليك وسمحي لي، انني الكبده ديالي، المعده ديالي، وحتى البنكرياس ديالي، واي حاجه في ذاتي كنخدمها ثلث وكنحافظ عليها الثلثين. يعني كناكل 8 سوايع وكنصوم 16 ساعه، يعني الكبده ديالي كترتاح 16 ساعه. تصوري المعده ديالك ترتاح 16 ساعه، القولون ديالك ترتاح 16 ساعه. يعني الا كنت غادي نخدم يعني في الشهر كامل راني مخدمه الاعضاء ديالي 10 ايام وكنخليهم يرتاحوا 20 يوم وما مرتاحين. واش هكا غادي تدخلي في الصحه ولا لا؟ صوموا تصحوا، معادله بسيطه جدا. جانا الامراض كلها منين نسيناها، مني دخلنا في الفطور، في الغداء، في كسروط، في العشاء، بالاضافه الى المعجنات وحتى نوع الاكل. مني نولف هكا نكمل لكم ديك الساعه نبدا نقص في الديسير الحلو. الديسير فواكه الحلوه عندي الحق ناخذ قد كف يدي في النهار وحده. مثلا كليت ليمونه اليوم وحده، غدا ناكل تفاحه وحده، الا ما كانوش عندي ذهول الكبد، الا ما كانوش عندي مشاكل في مقاومه الانسولين. اما الا كان عندي الوزن وكان عندي ذهول الكبد وكان عندي مقاومه الانسولين، خاصني ما ناكلش ديسير حلو مره، نكتفي فقط بالفريز وبلافوكا. لافوكا غادي تحيد لك العيا، غادي تعطيك دهون صحيه وغادي تنفعك مزيان، وغادي ما غاديش تخليك حتى تنقصي في الوزن. الناس اللي كيخافوا ينقصوا من الوزن بزاف يكثروا من المكسرات ويدخلوا الفواكه المهم الفواكه الجافه والدهون الصحيه بصفه عامه. الرز حتى هو ما ناخذوش، نحاول نحيد منه الا كانوا عندي مشاكل. الا ما كانوش عندي مشاكل ديك الساعه بحال السكري بحال ديك الساعه نقدر ناخذه. يلا، احبك في الله والسلام عليكم.